انا رقم 2 من ضمن 4 ضراير، كلنا متجوزين راجل واحد، وكان دايما لما بيجي يتجوز كان يقول شرع ربنا حلل لي 4. طبعا كلنا رضينا بالامر الواقع، وفي يوم لقيناه بيتصل علينا واحده واحده وبيقول لنا انا عايزكم عشان هعمل اجتماع. فعلا رحنا وقعدنا، وهنا دخل علينا وهو متشيك وشكله كان اصغر من سنه لانه راجل كبير عنده حوالي 56 سنه. دخل وقال لنا حاجه غريبه ما كناش نتوقع انه ممكن يقول لنا او يطلب مننا الطلب ده. كان عنده حوالي 56 سنه. دخل وقال لنا حاجه غريبه ما كناش نتوقع انه ممكن يقول لنا او يطلب مننا الطلب ده. الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صاحبه المشكله بتقول انها رقم 2 من ضمن 4 ضراير. حجة جوزها كان بيقول ان ده شرع ربنا ولازم يطبق الشرع، وهو حلل له 4، وفعلا فضل يتجوز لحد ما بقينا 4. كلنا اتفقنا ان خلاص الباب كده اتقفل ومفيش حد هيجي خامس، لان الشرع زي ما بيقول حلل 4 وما ينفعش يجيب واحدة تانية. واطمنا وقعدنا على كده وبقينا اصحاب وبنتصل على بعض وبنروح لبعض وبنزور بعض. فجأة لقيناه بدأ يتغير ويهتم بنفسه ويلبس هدوم غريبة أقل من سنه، لأنه سنه كان 56 سنة، يعني راجل مش صغير. واستغربنا لشكله الجديد، ولقيناه بيتصل علينا في يوم وبيقول لنا أنا عايزكم. رحنا اتجمعنا كلنا، وهنا لقيناه داخل وهو متشيك وبيقول لنا إن هو ناوي يتجوز ل5 مرة. قعدنا نضحك طبعا وافتكرناه بيهزر، لان ما ينفعش الشرع بيحلل 4 زي ما بيقول مش 5. فقلنا له ايه اللي انت بتقوله؟ انت هتجيب واحده ازاي 5؟ احنا 4. قال ايه المشكله؟ ما انا ممكن اطلق واحده علشان اتجوز واحده رابعه، واي واحده فيكم توافق انها تتطلق ترفع ايديها، وانا كده هعرف انها وافقت واطلقها على طول. انا كنت من النوع اللي بحب اهزر واضحك، وما كانش في دماغي، ولحد اخر لحظه افتكرت انه بيهزر وان الكلام ده طبعا مش حقيقي. فبضحك فبقول له انا خلاص اللي عايزه اتطلق، ورفعت ايدي. اول ما رفعت ايدي بص لي قال لي انت طالق، من غير اي كلام. انا استغربت جدا، قلت له انت بتتكلم جد ولا بتهزر ولا ايه؟ انا مش مصدقه نفسي. قال لي ليه؟ انا كنت بتكلم جد ومجمعكم على الاساس ده، وقلت اللي هتتبرع وهتتطلق انا هطلقها علشان اتجوز الست الرابعه. هنا طبعا اتصدمت، وطبعا انا كنت منهاره وقعدت اعيط ومش متخيله انه ممكن يكون رماني بالسهوله دي. لقيته جاي لي بعد اسبوع بيقول لي ما تقلقيش، انا عمري ما هرمي لحمي، انا هامنك واكتب لك الشقه دي باسمك، وكمان مش هخليكي قاعده كده من غير راجل وهجوزك. بصيت له وانا مستغربه بقول له ازاي؟ قال لي طبعا انت عايزاني بعد ما طلقتك تروحي تتجوزي راجل تاني وتعيشي عيالي مع راجل غريب انا ما اعرفوش؟ لا طبعا، انا هكتب الشقه دي باسمك وهجوزك راجل انا عارفه قريبي وهو امن واحد عليكي وعلى عيالي، وطبعا عيالي كده يتربوا قدام عيني وانا اقدر اروح واجي عليهم وانا مرتاح. اول ما قال لي الكلمتين دول انا ما استغربتش، لان اللي عمله ده كان اغرب حاجه ممكن حد يعملها مع عشره عمره ومع اولاده. وفعلا جاب الراجل ده، والراجل ده كان راجل غلبان وما كانش معاه فلوس وكان على قده، وقال لي هو ده الراجل اللي هتتجوزيه. وفعلا عرض عليه فلوس وعرض عليه شغلانه كويسه، وانا كتب لي الشقه باسمي وتممنا الجوازه. وخلال الفتره دي كان اتجوز الست اللي قال عليها دي، وعرفنا انها مش مصريه وانها من دوله عربيه. وبعد كده سافر علشان يقضي شهر العسل في بلد مراته، واستقبلهم واحد في المطار وعرفته عليه ان هو خالها. بعدها بكام يوم وبعد ما قعد في الفندق اتصل عليه خالها وقال له انا عارف ان انت عايز تشتري شقه. وفعلا هي عرضت عليه هناك انه يشتري شقه هناك بعد ما عجبه الجو في البلد اللي هم فيه، وقال له تعالى فرجك على الشقه. وراح اخده من الفندق، وبعد كده وداه عند السمسار، وهناك قال له بص انا عندي شغل ومفروض ان انا مرتبط بمواعيد، فانا هسيبك تتفرج براحتك. قعد يتفرج مع السمسار على حاجاته، وبعد كده ما عجبهوش الشقه وراح على الفندق. بعدها ب3-4 ايام وبعد طلبات طبعا من مراته كتير، وكان هو بياخد منه فلوس بحجه انه بيدور له على شقه، خالها اتصل عليه وقال له تعالى انا جبت لك شقه احسن من اللي انت اتفرجت عليها. وفعلا راح اخده من الفندق ووداه على هناك، وقابل السمسار وقال له انا هسيبك علشان انا عندي شغل ولازم اروح في مواعيد معينه. وطبعا قعد شويه علشان يتفرج، وهو بما انه راجل كبير كان تعبان شويه وما قدرش يستناه لحد ما يجي ياخده للفندق. راح الفندق لوحده، وهنا بيفتح باب الاوضه فاجئ بمراته وهي بتخونه. بيبص على الراجل اللي معاها لقاه خالها او اللي هي فهمته انه خالها، وساعتها عمل مشكله كبيره وكان عايز يعمل لها محضر. وبعد المشكله دي وبعد ما الفندق اتدخل رمى عليها يمين الطلاق.
ورجع على مصر بعدها، وساعتها اكتشف انها كانت متفقه مع عشيقها علشان يقلبوه في قرشين وياخدوا منه شقه ويكتبها باسمها هناك في البلد اللي هي فيه. رجع على مصر وبعديها باسبوع لقينا اتصال منه على جوزي وبيقول له تعالى انا عايزك ضروري. راح جوزي عنده علشان يشوف هو عايز ايه، وهنا لقيناه بيقول له يلا علشان تطلق مراتي علشان ارجعها. هنا ضحك وقال له مين مراتك؟ انت جوزتها لي خلاص وهي دلوقتي على ذمتي. قال له لا خلاص، ما انا طلقت الست الرابعه وانا عايز ارجع مراتي علشان الاولاد تتربى ما بيننا. طبعا عمل معاه مشكله كبيره وقال له انا مش لعبه في ايدك، اطلق وقت ما انت عايز واتجوز وقت ما انت عايز، انا خلاص اتجوزتها ورضيت باسمتي ونصيبي ومش هطلقها ولا هسمع كلامك بعد كده. طريقي عمل معاه مشكله كبيره، ولقيته بيتصل عليا وبيقول لي انا طلبت منه انه يطلقك فهو رفض، فانا عايزك دلوقتي تحاولي لا اما تخلعيه يا اما تقنعيه ان هو يطلقك. لقيت نفسي ساعتها مش عارفه ارد عليه غير ان انا اقول له انا مش هتطلق وانا مش لعبه في ايدك، وقت ما ترميني ترميني ووقت ما ترجعني ترجعني. لقيته بيساومني على اولادي بيقول لي الطلاق قصاد اولادك، وفعلا اخذ الاولاد مني. وبعدها لقيت الاولاد بيتصلوا عليا وهم بيعيطوا وبيقولوا لي يا ماما اسمعي كلام بابا وحاولي تطلقي علشان نعيش كلنا مع بعض، وقعدوا يقنعوني ويقولوا لي يا ماما بابا اتغير وهو بيحلف والله انه مش هيعمل حاجه زي كده تاني، واللي انت بتعمليه ده غلط يا ماما انك تبعدي عننا، وبيحاولوا يضعفوني قدامهم علشان اتطلق وارجع لهم وارجع لابوهم. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، مشاعري اتغيرت ناحيه طليقي، بقيت ابص له بصه استحقار ونزل من نظري بسبب اللي عمله، وبسبب ان انا عرفت انه ما عندوش عزيز ولا غالي وممكن يرميني انا والاولاد في اي وقت. وفي نفس الوقت الراجل اللي انا اتجوزته برغم ان هو كان غلبان وعلى قده بيعاملني بكل احترام وبكل حب، وربنا كرمه وفتح عليه بعد ما اتجوزنا بسبب الفلوس اللي اداها وعمل بيها مشروع، وانا ساعدته بالباقي، وفعلا حالتنا بقت احسن وكان وشي حلو عليه.